السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه يا سلاء جاية منين كده؟ أنا كنت في مشوار، قلت أحود السوق أجيب سمك بالمرة، ولقيت إيه يا ولاد هناك؟ البيسارية اللي أنا بموت فيها، اللي بتسأل الوحيدة دي اللي بتعيط على أمها. أه والله اللي بتعيط على أمها. تعال أما أوريها لكم يلا. ما صدقت لقيتها في السوق وقعد لها سعر يا ولاد. اللي كانت بتتباع ببلاش كده، كانت يوم ما يضربها الدم خالص وتتباع كانت بتبقى ب10 جنيه، ب15 بكتير. ويوم ما غلت وبقى نقول الله، ده البسارية غلت قوي. تصدقوا جبتها بإيه النهارده؟ جبت البسارية اللي بتعيط على امها دي بإيه يا ولاد؟ والله ب30 جنيه الكيلو، ب30 جنيه. وجبت السمك ده اهو، شفت السمك ده؟ قال ايه كنت جايباها ليه؟ شوفوا قد ايه. والله العظيم ب70، كان ب80، يعني جبناه ب70 بقلع الدرس وما كان راضي. جبته بعد كنت هقليه، لقيته صغير، قلت هيطلع منه ايه في القلية دي يا ولاد؟ لا اله الا الله، قررنا نشويه. انا غسلت البسارية بتاعتي اهي، وايه وهاجي اتبلها بقى. لازم تقعد في التتبيله اقل حاجه ساعتين، عشان خاطر نعمل ايه؟ تشرب من التتبيله كده ويبقى طعمها حلو. ماشي، ركزي معايا. معلقه توم على شويه كمون على شويه كزبره على ليمون تعصريه، وتتبلها وتقلبها في بعضها، وتركناها في جنب، او تغطيها حلو وتحطها في التلاجة تشرب من التتبيله حلو، وتبقى ايه عسل. تيجي تاكلها تلاقيها محدقه نفسها كده وهتنسي الملح. اهي، احطها في جنب بقى، ما تفسخيش فيها كتير. تعالوا بقى، انا هنعمل النهارده طبق حلو كده. نعمل حلو ايه يا ولاد؟ نعمل حلو. انا حطيت كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه او كوبايتين ميه. هنعمل بقى قطايف، ما عملتهاش طبعا معاكم. انا هعملها لكم في يوم حلقه كامله متكامله، بس انا النهارده قلت يلا اما اعمل كوبايه جنب الفطار. ما عملناش امبارح حلو ليه عسليه جنب الفراخ المشويه. كان عندنا علبه حلويات جايه لنا بقى في رمضان، قلت هعمل حلو وانا عندي حلويات. لا لو عملنا مش هتتاكل. جبت كوبايه دي حلوه محترمه اهي، وحطيت عليها كوبايه ميه. بس يا عسليه لا يا اختي، معلقه خميره، معلقه سكر، رشه ملح. ضربتها في الخلاط ضربا مجرحا، واحطها في جنب تخمر اهي. تعالوا بقى نعمل يلا شوية الرز بتوعنا. هنعمل حبة وحبة. ما هو السمك يا حبة وحبة يا أبيض، ما بيتعملش بشعرية جنب السمك يا اخوان. ماشي، ركزي كده اهو. هقعد اقلب فيهم ايديا زي المروحة في قلبهم كده لغاية ما يحمر معايا، يعني اللون اللي انا محتاجاه. ان انا لما احط عليه الرز ما لقاش مبيض كده اهو. شايفين اللون الحلو ده؟ سمي الله يلا يا عسلية، وانزلي بورق الحائط. انزلي بالرز يا حاجة يلا. ايوه، نزلت بالرز اهو. شاطرة يا اختي. ايوه، ظبط طبعا، انا ظابطة ميته وانا بغسله اهو. تعالوا بقى نعمل ايه؟ نحط له شوية ملح. هناكله من غير ملح احنا؟ لا ابدا. اهو ظبطوا حدقك، ايوه بس كده. نغطيه بقى لما يختم، ونهدى عليه النار نواري اهو. خلاص، شرب ميته. ايوه، وطي بقى عليه وسيبه براحته. تعالوا بقى نطلع نعمل ايه؟ نشوي السمك. طلعت على السطح انا اهو، اشوي السمك. هي اخرته هيشوي. اه والله اخرته هيشوي اهو. شفتم؟ بس كده. يلا يا شيكاليتو. وجبت بدنجانتين بقى نشويهم، نبقى نسحر بهم، كانوا عندنا تحت. قلنا يلا نجيبهم نشويهم. وجبت بقى الطبق معايا اهو. ودي جسمي اللي بحطه في الكرتون القرصة، جبته كبير، قلت تعالي عشان الف فيك السمك. هم عايزينه مرشوش دقة ملح مبهر كده، بيبقى طعمه جميل اهو. كان جاي على اساس ايه؟ يتقلي، ولا اتقلى ولا حاجه اهو. وشوى نفس ساعتها فر يري. وجانا بقى طلعنا البدنجان بتاعنا اهو، عشان نعمله نفطر بيه، نسحر بيه. وتعالوا بقى نطلع السمك بتاعنا كده. حطي بقى ليمونادة ورش بقى ملح مبهر. شفت القطط؟ بقعد اقول لهم، انا بتفق معاهم كل مره اتفاق. اقول لهم بصوا، هو كبير يعني مش نافع انصر لكم منه ولا حاجه بالعدد. احنا هنفطر او هنتغدي او مكان ما هنكون، وانا بلم لكم بقى العظم وشويه رز عليهم، وبجيب لكم تاكلوا وتتبسطوا. ايه رايكم؟ احيانا لو سمكه صغيره عن كده، يلا ننزل بقى رشته وكمرته اهو. احيانا لو سمكه صغيره عن كده بس بفسخ لهم كام واحده وانا على السطح واحط لهم ياكلوا. لو هو كبير زي ده، بروح متفقه معاهم، اقول لهم بقول لكم ايه، هنفطر او نتغدى واجيب لكم تاكلوا. احيانا يقولوا لي حاضر، واحيانا يغدروا بيا وينتشوا السمكه ويجروا. هم ما لهمش بقى اصلا القطط دي. اه والله العظيم ملهاش كلمه ولا لها وعد. اهو جبت بقى تبلت الدقيق بتاعي بشويه كركم، شويه ملح، شويه كمون، وتبلته حلو كده. وتعالي بقى يلا، حطيت الصينيه على النار اهو، وقلبي. صغير بحاله كده قلبي.
عشان نحطه يلا يا حمار. ما خلاص، على بال ما شوية سمكي وسبته يتبل بقى ويحدق كده في الحدق بتاعه، اكون انا حمرت. يا دوبك ناكل على طول. والسردين بتاعي بحمر، هعمل ايه؟ هشتغل في عجينة القطايف، ما هي خمرت. احط بس دي لد يحمر على مهله كده عشان يبقى مقرمش، انا بحبه مقرمش. اه يعني مش هعلي النار يشعوط مني لا، انا عايزاها تاكلات القلب بتقرمش في بوقك كده وحلو. يو اندرستاند، ركزي يا اختي. اهو. اروح اغسل ايدي بقى وانضفها كده والفطها من الزفاره، واجي اشتغل في ايه؟ اشتغل فيها يا ولاد، ركزوا كده. في القطايف يا اختي. يلا المهم املى الصينيه حلو. هجيبه بقى، بصي هحط هملاه. مسك نفسه، هستنى لغايه ما يمسك نفسه، واروح مميلاه في جنب كده وحاطه الباقي. اهو. شايفه؟ ايوه. المهم مسك نفسه، احط غيره. المهم ان هو ما يلزقش في بعضه. أيوة يعني خدت صدمه ومسكت نفسها كده السردين. ماشي. ماشي. يلا عسلية. روحي اغسلي ايدك يا أبلة، يا أما ونضفيها. وتعالي يلا عشان نعمل ايه؟ القطايف. ايوه شفت الرز بتاعي يا ولاد؟ نبع عسل. اتلدنوا بقى عسل ازاي وحبيته عسل. اهو. هحطه كمان ما يجيش دقيقتين واطفي. تعالوا بقى يلا نسمي الله. اجيب صينيتي وافرد فيها الفوطه بتاعت النظيفه دي. وتعالوا بقى القطايف خمرت اهي. يا خالة قمر، عجينك خمر يا خالة قمر. ايوه قلبي بقى كده، ايوه نسمي الله، يلا نجرب واحده. شوفي عسل. شفتم؟ ولا بيفرش ولا اي حاجه. اهي. تفضلي بس جنبها كده لغايه ما تتماسك. وتشوفي فتحت بقها ازاي، فتحي يا ورده، غمضي يا ورده، فتحت الورد. ساعه ما تلاقي فتحت، شوفي عملت زي عش الزنانين اهي، زي خليه النحل. اهي. شوفوا بتفتح ازاي، تعرفوا ان هي خمرانه وزي الفل. عايزه تعملها بقى يعني زي يعني الكتكوت كده، اسمها مكتكتي. شوفهم اهي، حمرا من تحت وجميله ازاي. يلا نشوف غيره. ما شاء الله طلع عسل اهي. عايزه تكبرها بقى براحتك، بتزودي شويه بتقللي، انت وراحتك، عايزه المقاس بالظبط. يو اندرستاند، ركزي معايا كده. اه واللي بتتماسك وبتستوى بروح مطلعه اهي. شايفين؟ ورنا ظهري اهي اهي يا ولاد. يلا هعمل الكميه كلها معاكم واجيلكوا تاني. نواصل بعد الفاصل. انا بصراحه بموت فيها بالملبن بصراحه. اهو بصوا. اهي. اهي. وهكذا، وتتواصل معايا نفس المراحل التصنيع لغايه ما اخلص الكميه كلها، ما هي كوبايه يعني. يعني هتملى لها طبق معانا قطايف. حلو جوي. يلا يا شوكولاته. كده حلو. كده حلو. حلوه حلاوه ما شافتهاش العين على حد. اهي بصوا. تتماسك واطلع، تتماسك وتستوى واطلع. ودايما هدي نارك عشان ما تحرق، شايفه ارضتها. امم يلا بقى نشوف هنعمل ايه حشوه فيه. انا طبعا كان عندي ملبن في التلاجة. يعني كنت عامله قطايف بتاع سمبوسه بالملبن، ودي كانت عندي اهي. الحشوه دي عباره عن ايه؟ عن ملبن وفول سوداني وسمسم وجوز الهند وزبيب. مش عايزه تحطي جوز هند ما تحطوش براحتك. يعني حتى الخلطه دي عباره عن فول سوداني وسمسم وزبيب والملبن. وبعجنهم في بعض وبصبعهم صوابع صغيره كده اهي. واللي فض مني بعينه في كيس في التلاجة. يعني بص جيت اعمل كوبايه القطايف لسه هطلع واعجن واعمل لا. وابو حسام عمل لنا طبقين السلطه مع الترابيزه. والله كتر خيره. وتعالوا يلا خلصنا نبدا نحمر بقى. ايوه. نحمر ايوه، اللون ده جميل قوي كده. ما تحرقيهاش. حلو جاوي حلو كده. يلا نتواصل مع نفس الكميه عشان خاطر نعمل ايه؟ نخلصها يلا مع بعض. وطبعا الشربات بتاعنا حطيته على النار اقل حاجه يعني. ما خدش مني 17 دقايق بالظبط اهي. شوفوا لونها جميله ومقرمشه وعسل الله. ده سفرتنا خلصت. الله تسلم ايدك، عملنا السمك وعملنا البسارية وعملنا عصير مانجا ورز حبة وحبة. تعالوا بقى ندعي لكل مريض ربنا يشفيه، وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة ان ربنا يكرمه ويرضيه. وما تنسوش عسلية معاكم بالدعاء لعل الله يستجيب لكم. اللي وصل معايا لعندي هنا يا ولاد، اعملوا لايك وشير و... ولو الاشعار ما بوصلكوش، الغوا الاشعار واشتركوا تاني عشان انتوا شايفين القناة مخستعة وكده. ماشي يا شيكاليتا. يلا كل سنة وانتوا طيبين، وسفرة جديدة مع رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.